5 اسهم لازم يكونوا في محفظتك قبل ما تبدا 2025. قبل اي حاجه، كل الاسهم اللي انا اقولها في الفيديو ده مطابقه للشريعه الاسلاميه. اول سهم معانا وهو رايا كونتاكت سنتر RACC، ده التيكر بتاعه RACC. معظم ارباحها بالعمله الاجنبيه وبيصرفوا بالجنيه المصري، والشركه بتستحوذ على نفسها 100%، والقيمه العادله بتاعته او الفير فاليو بتاعته 12.5. تاني سهم معانا هو فوري المدفوعات FWRY، التوسعات اللي بيعملوها في الخليج زائد مشروع فوري بزنس او اللاين الجديد بتاعهم اللي هو فوري بزنس. ثالث سهم معانا هو السويدي الكتريك SWDY اللي هو السعودي او ايا كانت، يعني دي برضه التيكر بتاعها. شركه قويه ولها اعمده قويه في البورصه المصريه، ويعتبر استثماراتها كلها اجنبيه وكويسه. رابع شركه معانا وهو بنك ابو ظبي الاسلامي. الفير فاليو للسهم الواحد 68 جنيه، متصنف في البنوك المصريه من افضل بنك مطابق للشريعه الاسلاميه واعلى البنوك الاسلاميه ربحا. خامس شركه معانا هو شركه القناه للتوكيلات الملاحيه، والتيكر بتاعها CSAG صح مظبوط. الشركه دي يا جماعه غريبه جدا ولقطه بصراحه، يعني هي زيرو ديون، يعني في القوائم الماليه مفيش حاجه اسمها اكونت بيبل او ان انت ان هي مثلا عليها فلوس بره او اقساط بره او فوائد للديون دي. تعتبر من الشركات القويه زي السويدي اللي هي اسمها الجروس ستوكس، وفي نفس الوقت توزيع ارباحها كان عالي لدرجه ان التوزيع الارباح بس عمل 71%. وكمان واحده من عندي وهي شركه رميضه للصناعات الدوائيه RMDA. الصناعات الدوائيه عموما مش بتخسر على المدى الطويل. رقم 2 بتصرف قليل على الدواء قصاد ان هي بتكسب كتير منه. وثالث حاجه بيعرفوا يستخدموا الكاش بتاعهم صح، والفير فاليو بتاع السهم الواحد 4 جنيه ونص. وخصوصا انهم في 30 ديسمبر 2024 طلعوا بقرار ان هم هيطلعوا دواء لمرضى السكري النوع الثاني اللي هو الدايابيتس تايب 2. فدي يعني بسرعه كده انا قلت الست اسهم اللي انا عايز اقولهم، لكن في اليوتيوب هنزل فيديو كامل بشرح فيه كل حاجه بالتفصيل الممل من الوسط. فما تنسوش تتابعوني هناك، لينك قناه اليوتيوب هتلاقوه في الديسكربشن. لو مش عامل لي سبسكرايب يعني روح اعمل سبسكرايب يلا دلوقتي، او مش هتعمل سبسكرايب يعني اتفرج على الفيديو لما ينزل. وصدقوني يا جماعه الست اسهم دول لازم يكونوا في المحفظه قبل ما 2025 تبدا. بس اشوفكم الفيديو الجاي. والنهارده هقول لك على